بالتحديد في يوم 13 يوليو 2022 في مدينة سكاكا منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية. بسرعة بيروح بلاغ لرجال الأمن في السعودية عن حادثة إطلاق نار وإصابة الدكتور الصيدلي اللي كان بيعمل بداخل الصيدلية. وبيقول شاهد العيان إن هو كان موجود خارج الصيدلية ولاحظ في الوقت ده خروج سيدة من الصيدلية، وكان واضح على وشها الغضب، وبسرعة اتجهت ناحية عربيتها ورجعت تاني على الصيدلية ومعاها مسدس. وفي نفس الوقت سمع صوت إطلاق نار، وخرجت الست بسرعة وركبت عربيتها. دخل الراجل على الصيدلية علشان يشوف الصوت دوت سببه ايه وايه اللي حصل. لقى على طول الصيدلي المصري الدكتور أحمد حاتم، عنده 34 سنة، مرمي على الأرض وسط بركة من الدماء وبيحاول يلتقط أنفاسه، ولكن كانت نبضات القلب ضعيفة جدا. وبسرعة طلب الإسعاف محاولة منه لإنقاذ الدكتور أحمد، بس للأسف أحمد مات أول ما وصل المستشفى. يا ترى هي الست دي عملت كده ليه؟ وإيه السبب؟ وهي مين؟ ده اللي هنعرفه. طبعا بعد اللي حصل السلطات السعودية بدأت في التحقيق في تلك الواقعة، بعد ما قال صاحب الصيدلية على مواصفات السيدة اللي أطلقت النار على الدكتور أحمد. وبدأت أجهزة الأمن تتساءل، هل أحمد ليه أعداء في المدينة؟ أحمد كان من مواليد 1989 وبالتحديد من محافظة المنوفية. كان من أسرة مصرية بسيطة، وكان طالب مجتهد جدا وحصل على أعلى الدرجات وحقق حلمه وحلم أهله، والتحق بكلية الصيدلة وتخرج أحمد بتقدير امتياز. ولكن للأسف كان حاله زي حال شباب كتير، ما كانش يلاقي وظيفة في مكان كويس بمرتب مجزي يقدر يعتمد بيه على نفسه ويساعد نفسه في مصاريف الخطوبة والزواج، وخصوصا ان والد احمد كان مريض سرطان، وكان احمد بيساعده في مصاريف العلاج وبيساعد في مصاريف البيت. في الوقت ده فكر احمد ان هو يسافر يشتغل في اي دولة من دول الخليج، بحكم ان المرتبات هناك افضل بكتير من مصر. وبدأ يسعى احمد للسفر، وبدأ يبعت ورقه وشهاداته لكل مكان وكل الشركات والصيدليات والمستشفيات، لحد ما قدر يوصل لتحقيق حلمه، وسافر وخد مراته وابنه معاه واستلم شغله في الصيدلية. أحمد كان بيحب شغله جدا واستمر على هذا الحال لمدة 2 سنين. وفي يوم طلب أحمد من صاحب الصيدلية إن هو ياخد أجازة علشان ينزل مصر ويطمن على أسرته. وافق صاحب الصيدلية بس بعد إلحاح كتير من أحمد، وبالفعل سافرت زوجته قبله علشان تقضي هي وابنها أجازة العيد مع أهله ومع أهلها. وأحمد كان بيستعد علشان يسافر بعد العيد، وقبل السفر بكام يوم دخلت سيدة الصيدلية واتشجرت مع أحمد، وخرجت بسرعة وجابت السلاح الخاص بيها ورجعت الصيدلية وقتلت أحمد وهربت. وطبعا كل ده كشفته كاميرات المراقبة، وتم القبض على تلك السيدة، واعترفت ان هي اللي قتلت الدكتور احمد، لانه رفض ان هو يصرف لها الدواء دون تقرير طبي، لان هذا الدواء يعتبر مجدول، يعني ممنوع بيعه بدون تصريح من الدكتور، وده خلاها تفقد اعصابها وتقرر الانتقام منه. ولكن لحد النهاردة السلطات السعودية ما قالتش اي معلومات عن هذه السيدة ولا حتى اسمها. أسرة أحمد طبعا ما سكتتش وطالبت بحق أحمد من كل الجهات، ووصلت القضية لقضية رأي عام. وقامت السلطات المصرية بتعويض أسرة أحمد وتعيين زوجته وأخوه والتكفل بمصاريف علاج والد أحمد، ومساعدة الأسرة في استلام جثمانه ودفنه في مقابر بلده. تفتكروا ايه السبب اللي يخلي السلطات السعودية ما تعلنش لحد الوقت ده عن اسم السيدة اللي قامت بإطلاق النار؟ ياريت تكتبولي في التعليقات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس.